لماذا فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في توقع هذا الهجوم الكبير من قبل حماس عليكم؟ يقوم بمهمتين رئيسيتين، وسيستخلص العبر وسيتعلم ويتحقق عن إخفاقات ودروس يجب عليه أن يستخلصها بعد الحرب. نحن الآن في حالة حرب، وفي حالة الحرب كل طاقاتنا وكل جهودنا مخصصة لهدفين. الهدف الأول إعادة السيطرة كاملة إلى منطقة الجنوب الإسرائيلي، إلى منطقة غلاف غزة وبعض البلدات التي لا يزال فيها مخربون من حماس يعتدون على المواطنين، ولن يبقى هناك أي مخرب من حماس على قيد الحياة بعد ذلك. والجهود الثانية هي الجهود الهجومية داخل قطاع غزة، كما تشاهدون ونقلتم عبر شاشتكم قصف متواصل لأوكار حماس الإرهابية داخل قطاع غزة بلا هوادة. نستهدف المقرات والمواقع والكوادر، وهذه والساعات المقبلة ستشهد مزيد وتصعيد نحن تابعنا أيضا سيد أدرعي قصفكم لمبنى سكني يحوي 100 شقة سكنية. لماذا قمتم بقصف هذه الأهداف المدنية ومن بينها هذا المبنى أدرعي؟ أنا أعتقد أنك تقصد برج ما يسمى فلسطين في قطاع غزة. هذا البرج الذي كان يحوي على مقرات فرع الإنتاج في حركة حماس، وأيضا مقرات استخباراتية لحركة حماس. نعم، كانت هناك شقق فيه، ولكن كانت هناك، وهذا المبنى هو بمثابة موقع عسكري لحماس استخدموه لأغراضهم العسكرية، ولذلك تحول إلى موقع عسكري وتم استهدافه. إسرائيل بهذه هل 100 شقة كانت تستخدم كشقق لصالح حماس؟ لا، أنا أقول أن المبنى استخدم وكانت في المبنى مقرات لحماس. أنا تحدثت عن فرع الإنتاج، أنا تحدثت عن القوة الاستخباراتية لحماس، بالفعل كان داخل هذا المبنى ولذلك قصف. هل سألتم لماذا دخل هؤلاء السفلة من حماس إلى الأراضي الإسرائيلية مع كامل تحفظي على مثل هذه الألفاظ أدرعي لو سمحت، بعيدا عن هذه الألفاظ؟ أنت معي الآن وأنت متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسألك بشكل مباشر، حتى لو صحت هذه الرواية التي تتحدث عنها الآن وكان هناك بعض المقرات الاستخباراتية لحماس في هذا المبنى السكني، هل هذا يعطيكم المبرر لقصف المبنى بأكمله وإسقاط عدد ليس بالقليل من المدنيين؟ أولا، حسب المعطيات فالمبنى لم يدمر على سكانه، تم إخلاؤه. وبالفعل عندما استغلت حماس وتموضعت داخل مبنى تقول إنه مدني، وأقامت هذه المقرات وأقامت هذه المصالح داخله، واستخدمت المدنيين في قطاع غزة دروعا بشرية لهم، فهي حولت هذا الموقع إلى موقع عسكري. هل حماس محتاجة أن هي تستخدم المدنيين دروع بشرية؟ هي ممكن أن تستخدم أسراكم الآن كدروع بشرية يعني. هي تستخدم دائما كاستراتيجية سكان غزة. في الأسابيع الأخيرة هناك فيديوهات على تيك توك لمئات وربما آلاف من الشبان في غزة يغادرون أو يهربون من غزة نتيجة قمع وإهمال حماس لهم. أنا لا أعلم هل الآن الجيش الإسرائيلي يعتمد على التيك توك في أن يتعرف على الأحوال في قطاع غزة؟